تعالوا نحلل المشهد ونحاول نبسطه ونفهم الخيل دي عاملة كده ليه في الطريق ده، وإيه تأثير ال 500 متر دول على الخيل. للي ملوش في الخيل خالص، قوائم الحصان هي أهم حاجة فيه، رجليه يعني. الحصان لو اتصاب في رجله سواء وتر أو رباط أو مفصل أو عظمة أو في الحافر نفسه بيحس بألم وبيبتدي يعرج وجاهزيته للشغل بتتأثر. الخيل بتحتاج طريق وأرض مستوية ما فيهاش مطالع ومنازل صعبة، بالذات لو كارت. الأسفلت مش أحسن حاجة للخيل علشان بيزحلق، بالذات خيل الشغل اللي هي بتكون لابسة حدوة حديد، وأكتر لو بتشد كارتة محملة. فالخيول العاملة في منطقة هضبة أهرامات الجيزة طول ال 28 سنة اللي فاتوا جزء من شغلهم إنها تجيب الزوار من المدخل القديم اللي هو في آخر شارع الهرم اللي عند سفنكس اللي عند أبو الهول، وتطلع بيهم الهضبة على الأسفلت اللي بيزحلق في وسط العربيات المطلع الصعب ده، وترجع تنزل بيهم تاني. وده طبعا ضد طبيعة واحتياجات وبيئة الخيل. فالحصان اللي بيعمل المشوار ده في اليوم أكتر من مرة، مفيش 6 شهور أو سنة تبدأ الأوتار والقوايم تتأثر ومعاها المفاصل والعظام. بعد فترة الحصان حالته بتتدهور وبيبقى عبء على صاحبه علشان عناية الخيل غالية، والحصان حالته ما بقتش تسمح له يشتغل، فمش هيدخل ده.